باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد من حلون يا ابائي. عايز اتكلم معاكم على الاراده اللي اتكلمنا عنها امبارح عرفنا الاراده هي القدره على تحويل الحلم والرغبه والاقتناع الى واقع. وقلنا في الاراده في حاجات بتضعف الاراده: الكسل، التاجيل، انا هقول اللي انا فاكره وانتوا كملوا معايا، وايه كمان، والدلع، والاغراءات اللي هو الاكسبوجر، والاحباط من الفشل. كل ده قلناه امبارح. والوسط المحيط والاصدقاء. بنعمه ربنا هنتكلم النهارده، هبتدي فروم سكراتش. يعني ايه فروم سكراتش؟ انا ارادتي صفر في الصلاه، ما بصليش ومقتنع ان الصلاه مهمه. في الانجيل ما بقراش ومقتنع ان الانجيل هو كلمه الحياه. بس انا عندي مشكله يا ابونا، ببتدي وما بكملش في كل حاجه. فالكلام اللي هقوله قاصد للناس اللي الاراده بتاعتها مفيش خالص. اعمل ايه لو انا ارادتي ضعيفه؟ هحط روشتة من 4 أو 5 أدوية على حسب ما وقتنا يسمح. الدواء الأولاني هسميه الخطوط الحمراء. يعني إيه خطوط حمراء؟ حدود قوية بيني وبين أي حاجة ليا نقطة ضعف فيها. ما أنا إرادتي ضعيفة، ما بعرفش أقول لأ قدام حاجات معينة. شخصيتي بتتهز وبضعف مع الوقت، وببقى عارف إنه غلط ومش عارف أوقف نفسي على الغلط زي ما بولس الرسول قال امبارح. كلمة خطوط حمراء يعني إيه؟ وتمشي على إيه؟ تمشي على أي حاجة فيها إغراء، أو تمشي على العلاقات المختلطة. يعني إيه؟ ممكن أتكلم بصراحة. أوقات كتيرة قوي بتبقى في زوجة شابة مش حاجة في زواجها مع زوجها، عصبي بيخبط فيها، هي بتخبط أي حاجة، وفي الوقت نفسه يجي من بره من الشيطان عرض أوفر. إنسان لطيف رقيق لذيذ كيرينج، بيقراني يا ابونا وبيحس بيا. مرة أنا كنت زعلانة، قال لي مال وشك متغير النهاردة؟ كنت بتمناها من جوزي ما لقيتهاش، وأنا بشر وجوايا ضعف. الخط الأحمر بقى بمبة، الخط الأحمر بقى مفيش، اتفتحت الحدود مرة على مرة على مرة. لما هو يوم غاب عن الشغل أنا حسيت I miss something important. ده معناه ان انا ما كنتش حاطط او ما كنتش حاطه خطوط حمراء. امبارح قلت لكم مفيش انسان يثق في نفسه، لان داود اللي كتب المزامير اللي احنا بنصليها وقع عشان ما كانش عنده خطوط حمراء. عجبتني بنت عندي تعترف، اشتغلت في بنك من البنوك الاستثماريه اللي يعني كل الناس تتمنى انها تشتغل فيها، واشتغلت في حاجه اسمها الكور CORE كور روم، يعني بطن البنك، اللي هي اي حد يتمنى انه يشتغل في المركز ده، ومرتب. لا، البنك ده استثمار مش كله، مش راس ماله مصر يعني، ما علينا. ابتدت جايه تقول لي ايه؟ أنا قاعدة في وسط بنات وستات سوري يا ابونا بيكلموا كلام، متجوزين بيتكلموا على كل حاجة في الجواز، وأنا بنت ما ينفعش أسمع الكلام ده، أنا بتدمر، أنا مش عارف مين، زي أول سموك بيشربوا، وهي دي الفانتازية وهي دي الحياة عندهم، بيخرجوا خروجات مش بتاعتنا. انا بحس ان ودني بيتسمم. ابتديت احط سماعات في وداني عشان اسمع اي حاجه وانا بشتغل، يشيلوا السماعات كنوع من انواع الهزار والى اخره.
قلت لها جهدي يا بنتي قومي، جهدي وقومي وخلي ليكي حدود والى اخره. بعد شهرين 3 جت تعترف، ما جابت لي السيره، بقول لها انت عامله ايه في البنك؟ قالت لي انا استقلت. قلت لها طب بتشتغل ايه دلوقتي؟ قالت لي لسه ما لقيتش شغل. قلت لها ازاي؟ على فكره البنت دي انا فخور بيها. ليه؟ لان عرفت يعني ايه خطوط حمراء. هي حست ان ودنها هتتلوث وعقلها هيتلوث وقلبها هيتلوث من اللي بيقولوا الستات. هو خلاص نفسي قدام المسيح يساوي ايه؟ يوسف الصديق عمل نفس القصة، كان في اوفر وكان في زن يوم بعد يوم. انتوا لما تقروا الكتاب المقدس تلاقوها بتطرده. ده المرة الأخيرة اللي هرب فيها دي كانت يعني مرة من المرات، هرب وجري، لأنه ممكن لو قعد كان ممكن يقع. أوقات بحتاج قرارات حاسمة في حياتي ولازم أهرب، لازم أهرب. حتى لو أنا، اسمحوا لي أتكلم بصراحة يا آبائي، خادم وخادمة في الكنيسة وبنخدم في حاجة واحدة، ومن جوايا حاجة ابتدت تحس بارتياح. وفي وسط 4 خادمات، لما الخادمة دي بالذات ما جاتش الخدمة النهاردة قلت لهم أخبار فلانة إيه؟ خير يا جماعة ما تسألوا عليها. أنت محتاج خط أحمر. الإنسان الروحي يحيا حياته الروحية وهو خايف يخسر إكليله، وما عندوش أهم من إكليله. حتى لو بعض الأمور استدعت مني أن أكون طف شوية. في ناس ديبندنت، في ناس بتتعلق. أنا لازم أكون واضح. فقعدت تقول لي على فكرة أنا بحسدك قوي على مش أنا كأبونا يعني، أنا بتكلم على الراجل يعني، أنا بحسدك قوي على مراتك، أنت كلك رجولة وكلك شهامة. على فكرة أنا بحب مراتي قوي قوي قوي. أنا ما استاهلش مراتي أساساً. مش لها بجد. إيه كمان؟ هتقع هتقع، مفيش كبير. الحياة الروحية ما فيهاش كبير. طرحت كثيرين وكل قتلاها. يبقى أول حاجة في الإرادة الكلمة الحلوة اللي أنا محتاجاها لو بعتها الشيطان خط أحمر. المجاملة الحلوة اللي أنا محتاجها، ده أنا يا أبونا بشتغل 16 ساعة ومراتي مكشرة في وشي ليل ونهار وبتقول جبت لنا بلد ساعة وبلد نكد، ده أنت نكدت علينا، ومعايا واحدة في الشغل كل ما تشوفني بتحسب تقول لي أنا بحسب عليك. اهرب اهرب. يبقى قدام الإرادة الضعيفة أعمل إيه؟ فاكرين المثل بتاع امبارح بتاعت التورته البيضه والتورته الشوكولاته؟ طول ما انا بتعرض ليها بضعف. لو انا قمت وجريت مش همد ايدي عليها. 2، لو انا ارادتي ضعيفه جدا في الصلاه وفي قرايه الانجيل اعمل ايه؟ هحكي لكم حكايه وبعد الحكايه اقول لكم نعمل ايه. في مرة من المرات كنت في رحلة، أعتقد يا كنت جاي كندا يا كنت رايح أمريكا، لأنها كانت رحلة طويلة. صليت وقريت ونمت وقمت وحضرت وصليت وقريت، والرحلة إيه ما بتخلص وقلقان. فلقيت مجلة في الكرسي اللي قداماني، الكرسي فيه كده جراب، طلعت مجلة فبقرأ في المجلة، تصفحتها معظمها إعلانات، بس لقيت حاجة شدتني. أوضة نوم، والمقالة بتقول تفتكر أوضة النوم دي اتعملت من إيه؟ اتعملت من إيه؟ ما أنا شايف خشب يعني، اتعمل من إيه؟ فقريت أول مقدمة بتقول هل تصدق إن أوضة النوم دي اتعملت من عيدان كبريت؟ راجل قعد 15 سنة
يلم كل عيدان الكباريت هو ومصر والعيله بقى وعيله العيله والجيران، اي حد يا جماعه عنده ماتشز بتاع ما يرميهاش في الكربش، حوشوها لي. فكل الجيران شايفاه ايه؟ يعني هيعمل ايه بعيدان الكبريت المطفيه يعني؟ فضل يجمع عيدان الكبريت عيدان الكبريت عيدان الكبريت لما بقت ملايين الملايين، ويخزنها ويخزنها، وراح لمصنع خشب عمل حاجه اسمها كبس وضغط ومش عارف مين. خلاصه القصه يعني عمل منها اوضه النوم اللي انت شايفها، سرير نايم عليه بني ادم من عيدان الكبريت، دولاب، كومودينو، اوضه نوم من عيدان الكبريت. انت يا ابونا توهتنا. انت عايز تحكي لنا ايه؟ عايز احكي لكم على نظريه في الحياه الروحيه اخدتها او يعني طلعتها من قصه الكبريت واوضه النوم. النظريه دي اسمها نظريه الفتافيت او كسر الخبز، اللي ممكن كسر الخبز اللي انت كنت هترميه يملى 12 قفه. وانتوا فاهمين انا بتكلم على ايه؟ الكلام ده معناه ايه؟ ناس كتيره قوي تقول بصراحه انا ماليش في الصلاه خالص خالص خالص، والصلاه بتاعتنا تقيله و7 صلوات وقاعدين مزامير، انا مش قادر وارادتي ضعيفه، وكل ما امسك الاجبيه وابص الاقي ان صلاه النوم 28 صفحه نفسي تقفل. اقول لك ابتدي بنظريه عود الكبريت او بنظريه الفتافيت. ازاي؟ هاخد معاكم شويه امثله. لو واحد ما بيقدرش يصلي خالص 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 وبيقول لي بصراحه يا ابونا انا بتحارب بالصلاه وبحب ربنا بس بكره الصلاه، هو طبعا ما يجيش، لكن انا هفترض انه قال كده. هقول له تقدر تقف قدام ربنا دقيقه واحده؟ يقول لي ايه؟ اقول له دقيقه واحده، عود كبريت واحد، دقيقه واحده. اقول لي اقدر اقف دقيقه. عارفين في الدقيقه تقدر تعمل فيها ايه حضرتك؟ تقول 12 صلاة يسوع في دقيقة واحدة. بص في الساعة كده وعد ورايا، حد فيكم يبص في الستوب ووتش أو أي حاجة فيها عارف. يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني أنا الخاطي. يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني أنا الخاطي. أنا واثق إن أنا ما خدتش ربع دقيقة، بس أنا عديتها قبل ما أجيلكم بالستوب ووتش. 12 مرة صلاة يسوع في دقيقة واحدة. أنا يا أبونا مش قادر وإرادتي ضعيفة ومش قادر أصلي. طيب تقدر تقف قدام ربنا دقيقة؟ أقدر أقف قدام ربنا دقيقة. قول قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت، ولد من العذراء، صلب على الصليب، قام من الأموات، وكملها لغاية آخرها في دقيقة واحدة بأبانا الذي. لو قلت قدوس قدوس رب الصباؤوت السماء والأرض مملوءتان مجدك وكرامتك، هتاخد 40 ثانية. يعني أقدر أقول صلاة يسوع وقدوس وقدوس في دقيقتين؟ بس ابتدي فيهم، ومش عاوزك تعمل أكتر من كده. بس أنت بنبني حاجة اسمها تكوين العادة وكسر قناعة جواك إنك مالكش في الصلاة. أنت صليت لمدة دقيقتين بس صليت. اتنقلت من دايرة واحد ما بيصليش لواحد بيصلي. مش مهمة قد إيه، لأن دي جاية في النقطة الجاية. ليتراءف الله علينا 13 ثانية، ده مزمور. يعني أنا ممكن أقول في الدقيقتين 2 قدوس و12 مرة صلاة يسوع، وفي 12 ثانية أقول مزمور. يبقى أنت صليت. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، دقيقة واحدة. ده أتاري الفتافيت تتجمع مع بعض، والفتافيت مع عود الكبريت عملوا أوضة نوم. أنت تقدر تصلي ولو دقيقة، بس اوعى تقول لي إنك ما بصليش. ما تنفعش، مش هينفع. ابتدي بالفتافيت. أحكي لكم حكاية
على حكايه الفتافيت دي، ولا اقول لكم نأجلها شويه؟ احنا قلنا كم دلوقتي طريقه. الطريقه الاولانيه اسمها الخطوط الايه؟ الحمراء. الطريقه الثانيه اسمها ابتدي بالفتافيت. في الانجيل، لا انا ما بفهمش في الانجيل، ممكن تقرا لي فقره عند اول نقطه 4 أسطر. احكي لكم حكايه الفتافيت دي، بس ما تقولوش لبنتي ان انا حكيت لكم الحكايه دي، لانها عن بنتي وهي في ثانويه عامه. احنا عندنا نظام اسمه بقى الدروس في السنترز، يعني عربيات رايحه ويذاكروا وامتحانات كل اسبوع وحاجه زي كده. فبنتي في ثانويه عامه، وبعدين انا ناديتها مره كده، كنت قاعد على السرير، تعالي يا حبيبتي، عامله ايه في المذاكره؟ كويس. عامله ايه في قرايه الانجيل؟ راحت مبلمه. قلت لها احنا ما بنقراش انجيل ولا ايه اليومين دول؟ قلت لي بابا ثانويه عامه تحدي، هتعملهم عليا وناس ان انا قسيس يعني. قلت لها طب هاتي الانجيل وتعالي يا حبيبتي. جابت الانجيل، انا فاكر انه كان اصحاح في انجيل لوقا 43 ايه، ورحت مشغل الستوب ووتش، قلت لها اقري وخلصي لي الاصحاح ده. فخلصت الاصحاح، ما مش هقول لكم في كام دقيقه. قلت لها فهمت ايه في الاصحاح؟ قالت الاصحاح ده متقسم 3 حاجات. اول جزء معجزه المسيح مع كذا كذا، ثاني جزء المسيح بيكلم التلاميذ على كذا كذا، ثالث جزء حصل كذا كذا. قلت الله 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 الله، ده انت قريتي وفهمتي وقسمتي. قالت لي، قلت لها عارفه انت اخدتي كام؟ قالت لي ايه؟ قلت لها 5 دقائق الا 10 ثواني، ما كملتيش 5 دقائق وخلصتي اصحاح. انا بقول لك اقري نص اصحاح او تلت اصحاح، بس اوعي ما تقريش كل يوم الانجيل. بحرج نفسي. معقول انا مش قادر اقدم 3 دقائق صلاه؟ مش قادر اقدم 3 دقائق انجيل اخلص فيهم نص اصحاح؟ طب باي وش بقى اقول هخش السماء؟ وباي وش بقى هقول ده انا سهلتها لك خالص يا راجل، قلت لك 3 دقائق 3 دقائق 3 دقائق. يبقى اول نقطه كان اسمها الخطوط الحمراء، تاني نقطه اسمها الايه؟ اسمها ايه؟ الفتافيت مش القراقيش. النقطة الثالثة اسمها التدرج. يعني ايه التدرج؟ في حاجة مش عارف ابطلها، ممكن ابطلها بالتدريج. وفي حاجة مش قادر اعملها، ممكن انمو فيها بالتدريج. كلكم عارفين قصة القديس موسى الأسود. القديس موسى الأسود لما دخل الرهبنة دخلها بدرجة سكري جاي من الخمر يعني. كان بيشرب قد ايه في اليوم؟ بيشرب جالون. عارفين الجالون يعني ايه؟ 3.7 حاجة لتر، يعني 4 لتر إلا ربع. ده مدمن، ده ما بيعرفش ينام الا ما يشرب الخمرة دي كلها. فراحوا للقديس إيسيزوروس قالوا له هنعمل معاه ايه؟ قال لهم ادوله كل يوم اللي متعود يشربه بشرط واحد، كل يوم تنقصون قدحا واحدا. عارفين فنجان القهوة لما انا بشرب 3 لتر ونص وتشيل منهم شوية قد كده هحس؟ طب تاني يوم مش هحس. طب على فكرة اللي عمله الأنبا إيسيزوروس مع القديس موسى بيعملوا الآباء النهارده، بيعملوا الدكاترة النهارده في الإدمان في حاجة اسمها جراديوال ويزدرول. بيسحبوا المخدر بالتدريج من الجسم عشان ما يحصلش بريك داون. فشوفوا الآباء سبقوا الدكاترة بقد إيه. ففي حاجات أنا مش قادر. أنا النهارده مدمن، مش خمرة بقى، إنترنت. الإنترنت يا ابونا بتاخد مني من 5 ل4 ساعات في اليوم، ده على حساب ولادي وعلى حساب مراتي وعلى حساب حياتي مع ربنا. لو أنا قلت لك من بكرة دلة الفيسبوك ودلة ديليت يعني لليوتيوب، وايه تاني عندكم بيضيع وقت، وانستجرام وواتساب حاجات زي كده، هتسيبني ومش هترجع لي تاني. لكن هقول لك ايه، نتفق نعمل البرنامج اللي بيعد عليك. في برامج كده ابلكيشنز بيعد عليك انت ضيعت قد ايه وقت مع كل ابلكيشن. وايه رايك بدل ما يبقوا 5 ساعات في اليوم ضايعين او 6 ساعات، ممكن يبقوا 4؟ طب حاول.
عشان خاطر يا ابونا. طب 4:30 عشان خاطر انا. هنفصل شويه وهنوصل لحاجه. كون انك انت قدرت تنزل 6 ساعات ل4:30، انت اشتريت 1:30 من عمرك كل يوم. قدم منهم حته لربنا لو سمحت. التدرج. ففي حاجات مش عارف ابطلها، محتاجه تدرج. وفي حاجات مش عارف انمو فيها، محتاجه تدرج. يعني ايه؟ برضو احكي لكم حكايه على ميزه الفتافيت مع التدرج. في واحد كان اسمه جورج، وكان خادم وبيساعد واحد اسمه القديس مرقس الناسك. ده مشهور في تاريخ الكنيسه مرقس الناسك ده. جورج ده كان بيغير قوي من الانبا مرقس الناسك. ليه؟ القديس مرقس الناسك كان يصلي بال12 ساعه متصل. فكان جورج يبص عليه وهو بيصلي يقول مفيش رجاء في الابديه اذا كان الراجل ده 17 ساعه وانا ما بصليش خالص، هخش السما ازاي؟ فبعد عنكم دخلوا الاحباط. فراح لمين؟ لا، معلمه. قال له يا ابا يا ابا مرقس. قال له ايه؟ قال له انا بغير انك انت بتصلي بال12 و13 ساعه في اليوم وانا ما بصليش خالص. فضحك كده. قال له ممكن تصلي 5 دقايق الصبح و5 دقايق بالليل؟ الفتافيت. وجاي التدرج. قال له 5 دقايق و5 دقايق؟ قال له اه. قال له بس انت بتصلي 12. قال له مالكش دعوه انا بصلي قد ايه، ممكن تكون امين في ال5 دقايق الصبح و5 دقايق بالليل. قال له اه خلاص. هو كان قاعد في فرن بيعمل قربان وحاطط الدقيق، فكان يطلع فوق اكياس الدقيق شويله الدقيق ويصلي. وفضل يصلي 5 دقايق 5 دقايق 5 دقايق. في يوم عجبته الصلاه فصلى 10 دقايق، فخاف يكون خرج على التدبير. فراح لابوه قال له ابا مرقس. قال له نعم. قال له امبارح صليت 10 دقايق بس انبسطت قوي. قال له خلاص هنتفق على حاجه جورج، لو انت فرحان كمل، لكن لو انت ابتديت تتحارب ارجع تاني ل5 دقايق. اتفقنا؟ يعني 5 دقايق فيما فوق مسموح لك، يلا تصلي. في يوم من الايام جورج طلع فوق شوال الدقيق وابتدى يصلي. عجبته الصلاه وعجبه الترتيل وعجبته التسبيحه. في وسط ما هو بيصلي وبيرفع وشه لفوق اختفى سقف الحجره ورأى المسيح وحوله ملائكه تسبحه. بقى مش عارف يعمل ايه. اول ما المنظر انتهى، شوفوا الامانه في ال5 دقايق تعمل ايه، شوفوا الامانه في ال10 دقايق تعمل ايه. اول ما المشهد ده انتهى نزل جري، يا ابا مرقس يا ابا مرقس يا ابا مرقس. اذا كنت انا ب10 دقايق شفت المسيح، امال دوت بقى اللي ب12 ساعه بيشوف ايه؟ فراح قال له عاوز اقول لك حاجه فرح قلبك. قال له ايه؟ قال له في وسط ما بصلي برفع عيني للسماء، لقيت السماء مكشوفه ورب المجد حواليه الملائكه بتسبحه. فالقديس مرقس حضر عليه وقال له طوباك يا جورج، بقالي 30 سنه في البريه ما شفتش اللي انت شفته. روح يا ابني وكمل صلاتك ببساطتك. الفتافيت والتدرج يوصل ويقوي الإرادة. زي اللي راح جيم وابتدى يشيل كيلو، هو يفضل طول عمره يشيل كيلو؟ بعد شوية يبقى 2 كيلو 5 كيلو 7 كيلو. احنا قلنا كم حاجة؟ قلنا نمرة 1 الخطوط الحمراء، 2 الفتافيت، 3 التدرج، 4 التشجيع. يعني ايه؟ الحقيقة الجو بيأثر قوي، علشان كده المسيح بيبعتهم 2-2. لو أنا مش قادر أشجع نفسي وليا صديق روحاني أتفق معاه على نظام إن إحنا نشجع بعض، أنا هستفاد وهو هيستفاد. فأنا محتاج أشجع نفسي وأخلي كمان حد معايا يشجعني، لأن 2 أفضل من 1 والخيط المسلوث. بصوا بقى، هحكي لكم اعتراف. أول ما اترسمت كاهن، الكلام ده كان سنة مش فاكر، مش مهم سنة كام، المهم إن يعني اترسمت وخلاص.
كان معايا زميلي في الرسامة أس أبونا بشوي شارل، إحنا الاتنين اترسمنا في يوم واحد. ويظهر كان الآباء محوشين كتير قوي، فقابل أبونا ميخائيل عزيز يبعت لي 50 اسم، قابل أبونا حن يقول لي حالات مستعجلة، قابل أبونا مرقص يقول له ده أنتوا ربنا بعتكم عونا. بصينا لقينا نفسنا افتقاد كلها حالات المتأخرة قوي في الأمراض وحاجات كده، وبنشتغل شغل 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 شغل، ما فيش وقت للنفس. قابلت أبونا بشوي، القصة دي حصلت زي ما بقولها كده في مكتب الكنيسة. بعد عنكم الهم ركب وشه مش هو ده أبونا بشوي يعني. فبقول له مالك؟ بيقول لي أنت اللي مالك. قلت له لا مالك أنت. قال لي أنت مالك؟ أقول لك شكلك مش عاجبني. قال لي وأنت شكلك مش عاجبني. إحنا بنقول لبعض كده. قلت له أنا هقول لك انكسف، باين الكهنوت ده وقع عليا بالخسارة. فقال لي ازاي يعني وقع عليك بالخسارة؟ قلت له اقول لك حاجة ومش هنكسف يعني، ما احنا دفعة. قال لي قول. قلت له قانوني الروحي بقى ملخلخ. اقول لك ان انا بقالي 3 ايام ما فتحتش الكتاب المقدس، بروح اوقات بنام بالجلابيه السوداء تكفي كده ما بقومش، يعني عبل ما يقول لي تاكل ايه اكون نمت. راح ضحك قال لي وانا كمان. قلت له هايل، تاهت ولقيناها. احنا بنعلم الناس يقروا ويصلوا، واحنا بقينا نكروت في الصلاه وما نقراش الكتاب المقدس. طب احنا كنا بنقرا يوم او يومين لا، يومين او يوم لا، يعني ما فيش انتظام بتاع قبل الكهنوت. فاتفقنا على نظام. ساعتها ما كانش فيه موبايلات، بس كان فيه التليفون ابو قرص ده. قلت له انت بترجع تقريبا الساعه كام بالليل؟ قال لي 11 ونص 12. وانت بترجع كام؟ قلت له 11 ونص 12. فعملنا حاجه، اللي يروح الاول يرن على التاني في الحدود اللي هي من 11 ل 12، علشان حددنا قراءات نقراها سوا كل يوم، وكل واحد بيفكر التاني. فانا ممكن اروح مدام عندي تقول لي ايه، على فكره التليفون رن وما كملش. اوكي هات الانجيل. في الاول كانت فاكره في حد بيضايقنا في الوقت ده يعني، في الاخر قلت لها علشان تبقى مطمنه يعني. فبتقول لي ابونا بشوي رن، مراته مس نشوى تقول له لابونا بشوي ابونا بولس رن. تعالش بقينا نرن احنا الاتنين على بعض عشان احنا الاتنين نفكر بعض، لان مفيش اهم من الحياه مع الله، لا الخدمه ولا التكريس ولا الكهنوت. اذا ما كانش كل ده يؤول لمحبه الله يبقى باطل الاباطيل الكل باطل. وده بقوله لاي حد فيكم بيخدم، اوعى تخلي الخدمه ولقبها خادع يخدعك. ده مع ربنا كل يوم ولا لا؟ ده الاهم. فمحتاجين لما نكون خدام نشجع بعض، واللي ما بيخدمش وليه صديق يقول له يا حاج ما حدين نتكلم على اخبار مصر والدولار وصل اللي كان في مصر ومش عارف مين جاب مصر ايه ومين جاب كمون ومجيب مش عارف. بقول لك ايه، ما تيجي نشجع بعض يبقى بينا نظام. طب انا عاوز اسال سؤال، مش احنا متجوزين؟ بدل ما نناقر في بعض ونقول ده مقصر وهي مقصره وهي نكديه وهو عصبي، طب ما نتفق ان كل زوج وزوجته مش ضروري يقروا مع بعض لو وقتهم ما يسمحش، بس نتفق على آية ونراجع بعض. نراجع بعض. ايه الآية اللي عجبتك النهارده؟ طب كويس انك فكرتني، ده انا ما قريتش، انا كده خجلانه هقوم اقرا. طب ايه الآية اللي انت عجبتك النهارده؟ يوم هقولها ويوم لا انا لسه ما قريتش، بس كويس انك فكرتيني. التشجيع، شجعوا بعض. زي اقول لكم حاجه، اقولها لكم بمثل تعرفوه. 2 راحوا لدكتور دايت مع بعض، هي راحت لوحديها فشلت مره و2 و3، فراحت هي وصاحبتها وكل واحده تتابع التانيه وتقول لها خسيتي قد ايه كل اسبوع. على فكره ده بيشجع ولا ما يشجعش؟ ليه؟ اول ما تقول لك انا خسيت كيلو و800 جرام وانت خسيتي كيلو و200 جرام، تلاقي مش هتعشى.
ليه؟ بقى عندك موتيف، ده تشجيع. علشان كده الإرادة تحتاج تشجيع بطريقة الفتافيت وبطريقة التدرج وبطريقة إن كل اتنين بيحبوا بعض يشجعوا بعض على عمل روحي. قلنا كم نقطة لغاية دلوقتي؟ 1 الخطوط الحمراء، 2 إيه؟ 3 التشجيع، 5 أنا عندي آية بتقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. طب دي أترجمها إزاي؟ اشتكي كل يوم لربنا ضعف إرادتك، وقول له يا رب اديني نخوة، اديني دفعة، اديني زقة، اعمل حاجة، أنبني أكتر. خلي الروح القدس اللي شغلته إنه يلهلني عشان ما بعدش ولا أنسى. عايز أقول لكم كلنا في حتة ما ضعاف الإرادة قدام شيء ما، وكل واحد عارفه. حطه وصلي من أجله أمام الله كل يوم، كل يوم، وربنا بيشتغل. أحكي لكم آخر حكاية أختم بيها. ولد من ولادي في الاعتراف كان بيعترف عند أب كاهن، نتيجة زحمة جه يعترف عندي، فبيقول لي قد إيه أبونا بركة يعني. قلت له بركة ونشكر ربنا. قال لي أنا كنت بدخن لمدة 14 سنة وإرادتي مهزومة قدام السجاير بشكل محدش يتخيله، وبعدين أجيب علبة السجاير وأقطعها، أسحب السيجارة وأقطع علبة السجاير كلها، وبعد يوم واحد أشتري واحدة جديدة. مرة على مرة أزهق فارجع أشربها تاني. فضلت مهزوم بدخن 14 سنة، وفي آخر 3 سنين بحاول أبطلها مش عارف أبطلها. فراح لأب اعترافه، فأب اعترافه قال له حبيبي، قال له نعم. قال له أنت بتحاول تبطلها إزاي؟ فالشاب ده حكى له، فأبونا قال له بتطلب ربنا؟ قال له أطلب ربنا في إيه؟ قال له تطلب ربنا بدموع وبلجاجة إن يبطلك السجاير. قال له إيه علاقة ربنا بالسجاير؟ قال له يبقى كده عمرك ما هتبطلها. هو قال بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء، فهطلب منك حاجة. الولد بيحكي لي بيقول له طلب منه يا أبونا، قال له تروح على الستر الهيكل، في هيكل ماري جرجس، ده أول هيكل يعني ما علينا، ده الهيكل موجود جوه الكنيسة، وتمسك الستر وتقول له يا رب لما نازفة الدم مسكتك خفت بعد 12 سنة، أنا بقول لك مهزوم بقالي 12 13 سنة، بطلني السجاير. فالولد بيقول لي إيه؟ أبونا قال لي الكلمتين دول وأنا عملت حاجة. أبونا ده لا عمره في حياته ما شمش ريحة السيجارة، ما يعرفش عن إيه سجاير. ولا ما همسك الستر وأقول لربنا بطلني السجاير، هيبطلني السجاير؟ بيقول خرجت من الباب الجانبي بتاع الكنيسة ومشيت 20 متر، وحاجة جوايا ضايقتني إن أنا كاسر قلت أروح وأقولها من غير اقتناع. ليه؟ عشان أبونا هيسألني المرة الجاية فأقول له أنا عملت كده ولسه ما بطلتش، لحسن يقول لي ما بطلتش ليه، فأقول له يقول له عشان أنت اللي ما عملتش كده. فرحت رايح ومسكت الستر. أول ما مسكت الستر حسيت إن أنا مش بمثل، أنا بتكلم بجد مع ربنا. حطيت الصدر على عينيا وابتديت أبكي وأقول له يا رب أنا مذلول من خطية السجاير بقالي 14 سنة، وأب اعترافي قال إنك أنت زي ما خففت المرأة نازفة الدم هتخففني، ممكن تبطلني السجاير؟ بعد ما روحت قعدت شوية كده قبل ما انام، فتحت الكومودينو عشان اطمن ان في علبة سجاير هتكفيني بكرة يعني. دخل نام. الصبح بيقول لي انا متعود اقوم امي تجيب لي قهوة ولازم اشرب سيجارة مع القهوة عشان اقدر يكون عندي الباور اقوم اغسل وشي. فالعلبة موجودة والقهوة موجودة والولعة فوق العلبة. بصيت كده
لقيت نفسي ماليش نفسي اشرب سيجاره. الحاجه غريبه، ولا القهوه غريبه قوي. ايه ده اللي بيحصل ده؟ لا 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 لا، ما تصدقش ما تصدقش ما تصدقش. قام غسل وشه وخد العلبه سجاير في جيبه، كل حاجه السجاير في جيبه، ونزل الشغل. بيقول عمل ما بوصل الشغل بكون شربت من ساعه ما صحيت 4 5، وصلت شغل ولا سجاره. ببص في الساعه لقيتها الساعه 2 الظهر ولا سجاره. ابتديت اخاف، هو الموضوع قلب جد ولا ايه؟ قال لي مش هطول عليك يا ابونا، انا بقالي 7 سنين من هذه اللحظه حتى الان لا حطيت السجاير ولا القهوه في بقي. طلبت بطل السجاير، بطلني السجاير والقهوه. عايز ارجع للنقطه اللي بتقول بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. عشان كده اطلب، قول له مغلوب، قول له مهزوم، قول له في علاقه وحشه عاوز اطلع منها وانا مش عارف اطلع منها، ساعدني قويني. لو عاوز من قلبك هيشتغل. افكرك بالمعجزه، اتريد ان تبرأ؟ I can. What about you؟ انا اقدر. انت عاوز؟ لو انت عاوز انا اقدر، بس مش هعمل حاجه غصب عنك. طولت عليكم، انا خلصت، بس نقول النقط. اول حاجه الخطوط الحمراء، تاني حاجه الفتافيت، تالت حاجه التدرج، رابع حاجه التشجيع، خامس حاجه اطلب منه. ربنا يديني ويديكم. لسه موضوع الإرادة شغالين فيه بكرة وبعده إن شاء الله. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.